السلام عليكم ورحمة الله غوالي. ضبي الشنطوي، هذا الفيديو بلهجتي العادية. سابقا أنا عملت مناشدة لوزير الداخلية السيد أنس خطاب. وللأسف المناشدة جابت 400 ألف مشاهدة بدون ما تجيب أي نتيجة، وكان بالتعليقات في كتير عالم مثلي، منهم موتينهم بالسجلات ومنهم مسرحينهم تسريح طبي. في كتير هيك شكلات. بالوقت نفسه كان في شبيحة عم بتقدم استمارات وبترجع على الخدمة. ما هيك يا السيد أنس خطاب؟ ما هيك كان نحن عشمنا بالعدالة اللي انتو عم تحكوا فيها، بما انه العدل اساس الملك؟ قسما بذات الله اللي رفع السماء بدون عمد، الرحمة على السيد عبد القادر الصالح. لو كانه اليوم مكانك يا سيد أنس خطاب، أو أحد قادات الجيش الحر من أمثال عبد القادر الصالح والساروت ويوسف الجادر عليهم رحمة الله، كان وضعنا نحن المنشقين أو وضعنا نحن الثوار غير هيك. بس نحن للأسف في ناس مننا ما رضيت تتبايع البيعة لأمير المؤمنين، عرفت؟ نحن ما رضينا نبيع، لأنه نحن ما رضينا نبيع، نحن انهملنا. أنا راح أحكي الواقع. أنا من بشار الأسد ما خفت. بيوم من الأيام شتمته انسجنت شهر بالبرامجة، وأنا رأس خدمتي يعني بالشرطة، عرفت؟ لعاد هلأ أخاف منكم؟ أكيد ما راح أخاف. العدل أساس الملك. ما نكون حسنانين تعدلوا، خلاص اطلعوا برات اللعبة. سلموا ناس تعرف تعدل. ما نكون عارفانين تحكموا، خلاص سلموا ناس تعرف تحكم. بس يا أنس، والله لقاضيك يوم الله، لقاضيك يوم الله أنك أنت مشيت على قرارات النظام البائد وطلبت رضا النظام البائد. أنت بما أنك مشيت على قرارات النظام البائد، معناته أنت رضيان بما قسم فيه بشار الأسد والناس اللي قتلت فيه صيد نايا، أنت رضيان عليها. قرارات اللي أصدرها النظام البائد اللي شملتنا نحن من تسريح طبي ووفاة وغيره، معناته أنت مؤيد لقرارات النظام البائد. أنتم مؤيدين بالدولة الجديدة، أنتم مؤيدين لقرارات النظام البائد بشكل عام. أنتم ما غيرتوا غير الجوهر، غير الظاهر. الجوهر ما تغير، الجوهر هو والناس كلها معارضتكم على هذا الأساس. طبعا أنا معكم بالشغلات اللي غيرتوها، بس كان لازم تكملوا، لازم تشتغلوا صح بباقي القرارات الجوهرية اللي حطها نظام البعث، اللي انتوا هلا عم بتمجدوها وبتمشوا عليها نفسها، من اهمال للمنشقين ومن اهمال للثوار الاوائل اللي طلعوا بال 2012. واللي عبقول اللي طلع على الشام، انا طلعت على الشام، انا طلعت على الشام ونمت هنيك ورجعت وما خليت دايره الا ما رحت عليها، حتى على وزاره الداخليه رحت. انا ما في شيء ما عملته، حتى طلب للسيد الوزير قدمت، بس انحط بالدرج. مين حطه بالدرج؟ ما حدا بيعرف. مين انحط بالدرج ما حدا بيعرف. حتى مدير العلاقات العامة العميد مالك أبو أنس، أنا تواصلت معه ورحت لعنده على الفاضي، على الفاضي. ما أنا كمبايع، ما كنت مبايع أنت، ما في بيعة برقبتك، عرفت؟ أنت جيش حر، أنت جيش حر، أنت منشق من وزارة الداخلية وطلعت على الجيش الحر. أنت مانك مبايع، تعرفوا مين مانك مبايع، عرفت؟ هي بصراحة، خلونا نحكي الصراحة.